اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. شهر رمضان خلاص قرب علينا كده، ويا رب كده يا رب إن شاء الله يجعله يعني سعيد علينا وعليكم كلنا يا رب كده. يجعله سعيد علينا وعليكم كلنا، كل الناس يا رب كده. والواحد بيقول ايه؟ والله الواحد لسانه خلاص مش قادر يتكلم، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم كل سنه وانتوا ايه وانتوا طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. انا بصراحه يعني مش كلامنجيه يعني، او زي ما بيقولوا يعني كلامي مش عادي يعني اعذروني يعني يا حبايب قلبي، يا ربنا يا ربي يسترها علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. هنا حبايب قلبي بنتي دي اللي ايه ده اهي، هي بتطلع الحاجه اهي. ربنا يا رب يرضيها. انا بصراحه احنا كنا عايزين نعمل مكرونه ايه، عايزين مكرونه جريسكو. قلت لها حبيبه بصي يا حبيبه قلبي، انا عليا هجيب كيلو المكرونه، وهجيب نص كيلو البانيه، اكتر من كده مش هعرف اجيب حاجه تاني. قالت لي خلاص يا ماما انا ايه، ربنا يا رب يرضيها ويكبر بخاطرها يا رب. نزلت كده وراحت جابت لي عرض كده ميكس جبن، هي كانت عارفه المكان بتاعه هتجيبه منين يعني. قالت لي انا وجايه هجيبهولك معايا من شارع العريش. جابت لي كيلو فلفل الوان، وجابت لي العرض الميكس الجبن ده. هم 3 اكياس، واحد ميكس وواحد جبنه موزاريلا وواحد واحده متهيألي شيدر. وكانوا حاطين لنا فيه، بس انا شلتها، واحده جلاش. ده عرض 150 جنيه يا حبايب قلبي. ميكس جبن وجبنه موزاريلا وجبنه التانية دي شيدر اهم 3 اكياس اهم، وعليهم لفه جلاش، بس حلو بصراحه يعني. 150 جنيه حلوين. وقلنا نجرب الجبنة بتاعتها وكده. فاللهم لك الحمد يا رب، بنتي راحت نزلت جابتهم وجات، يعني هي كانت جايه في سكتها. فهي كان ليها يومين بتقول لي عايزين نعمل نجرسكو، قلت لها انا عندي لحمه مفرومه هعمل مكرونه بشاميل وكده يعني. قالت لي لا انا عايزه نجرسكو، قلت لها خلاص نجيب بدل ما نعمل المكرونه والبانيه نعمل نجرسكو يا ستي مش مشكله. بس قلت لها طب عايز جبن وعايز فلفل الوان، وانا ما نزلتش بقالي كتير. فقالت لي خلاص انا هجيب لك الفلفل الالوان عليا، وهجيب لك ايه ميكس الجبن. قلت لها خلاص، وهاتي لي ايه معاكي كمان ايه، انت وجايه هاتي لي مكرونه، وهاتي لي معاكي ايه نص كيلو نشا، عشان كنت محتاجاه بصراحه، ما عنديش نشا خالص. وجبتهم وجابتهم لي حبيبه قلبي، ربنا يا رب يرضيها ويكبر بخاطرها يا رب ان شاء الله. وعندنا لبن، عندنا حوالي 2 كيلو، كنت شايله كيلو في كيلو بشيلهم في الفريزر، يعني ايه ربما احتاجهم وكده يعني. فانا لما بلاقي كده مثلا اقول لا هجيب كيلو، اروح ايه رميها في التلاجة كده. وفعلا والله بحتاجه. بس انا بجيب في الشتاء، ممكن اشيل في الشتاء اللبن، لكن في الصيف بيقطع ما بيقعدش، ممكن اخره 3 4 ايام كده ويقطع. لكن الكيسين دول والله يمكن داخلين على شهر دلوقتي، هم في الفريزر مش مغلي ولا اي حاجه. وزي ما انتم شايفين اهي الجبنه ها. بس صدقوني والله عرض حلو قوي، بس ما اعرفش ايه المكان اللي جابتهم منه ده. كانت عاملة كوباية نسكافيه بتشربها. بس قلنا نعمل الانجليزي، جبت نص كيلو ايه، نص كيلو بانيه ب100 جنيه عندنا البانيه. النص والله معرفش ليه غالي كده، كان من هنا قريب ب160 و170. بس ساعتها طلعوا بقى اشاعات ان الفراخ نزلت، والفراخ معرفش ايه عشان خاطر فيها، عشان مش مكتملة، ولا معرفش فيها الفراخ صغيرة ولا ايه. قلت يلا مش مشكلة، انا ما جبتش ساعتها اصلا يعني حاجة، انا ما بشيلش البانيه ولا بشيلش اي بصراحة يعني الحاجات دي. بجيبها يعني لما بحتاج بنزل اجيب نص كيلو على قدنا يعني كده، بنزل اجيب الفراخ بتاعتي عادي. فالفراخ بالذات يعني ما بتتشال ما بتبقاش حلوة بصراحة. وادي هنا طلعت اللبن اهو، اول واحد هنا غلي، حمدت ربنا ان هو ايه ما قطعش الحمد لله. وادي التاني اهو بوريكم، بس ده كان داخل، يعني تحسيه كان خلاص يعني ايه، طالما بيعمل لا مؤاخذة فيه فرولة كده وفيه فتافيت من تحت كده، فرولة كده في اللبن، فتلاقي ايه ان هو خلاص يعني ممكن يقطع. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا اله الا الله. زي ما قلت لكم في الاول انا يعني مش كلامي طبعا عادي قليل وكده، مش ما بتكلمش انا يعني زي القنوات التانية بقى اللي بتقعد تتكلم وتقول. الله بقى انا هم
كلمتين بقولهم في الفيديو اللي انا هسجله وخلاص على كده الحمد لله. فانا اللي بجيبه والله اللي بقدر عليه بجيبه بنزله، اكتر من كده ما عنديش. واللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. يعني لا بعمل الحاجات التانية ولا المخبوزات اللي بيعملوها معرفش ايه، والحاجات التانية دي طبعا لها يعني كل واحد ومقدرته طبعا يا حبايب قلبي. زي ما انتوا عارفين القناة لسه ما دخلتش حاجة عشان انزل اعرف انزل اجيب مثلا واعمل. انا بعرف اللهم لك الحمد اعمل كل حاجة، وبعرف اعمل خبيز العيش الصعيدي والحاجات دي، بس عايز تكلفة كتير يعني. والواحد زي ما انتوا شايفين يعني الدنيا مش حلوة مع الناس كلها يا رب. يعني ربنا يا رب يرضينا ويرضيكم ان شاء الله يا رب. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل شيء. هنا في حتة بس نسيت نصورها والله. حطيت شوية لبن الأول في الشفشة بتاع الخلاط، وحطيت فيه شوية دقيق. أكيد البشاميل اللي انتوا عارفينها على قد زي ما انت عايزة طبعا. حابة البشاميل كتير هتزودي دقيق، حابة البشاميل بتاعتك قليلة هتقللي. على كل واحد حسب. أنا عن نفسي أعوذ بالله من كلمة أنا، ولادي يعني بيحبوا البشاميل كتير، بيحبوها كتير في المكرونة، بيحبوها عاملة زي الجبنة كده تبقى سايحة. فعشان كده أنا بعمل البشاميل كتير. ففي ناس بتحب تحط بشاميل قليل، ممكن نص الكمية اللي أنا عاملاها دي أو ربع كمان. كل واحد على حسب إيه، على حسب طبعا إيه الحاجة اللي بيحبها يا حبايبي. بس كده هنطفي على البشاميل خلاص، وهنعمل إيه. وسخنت طاسة كده كويس، سخنتها ما حطيتش فيها زيت ولا أي حاجة، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين البانيه لازم يتحط كده الأول ويطلع المية بتاعته وهو بيشربها تاني أصلا يعني، منخليش فيه ايه سوايل وكده. ما تنسونيش يا حبايب قلبي بالله عليكم، قلبي وجعني والله. بالله عليكم بالله عليكم يا حبايب قلبي، لايك يا حبايب قلبي واشتراك. اللايك يا حبايب قلبي علشان المشاهدات نزلت خالص، ما فيش مشاهدات يعتبر. كل فيديو انزله ما بيكملش حتى 100 مشاهدة، ما اعرفش بقى فيه ايه بصراحة. لا اله الا الله. يا رب يا رب ان شاء الله اللي يخش عندي ويعمل لي لايك واشتراك يا رب يخش الجنة، ويكون ان شاء الله يا رب كده. مش هقول السنة اللي جاية، بعد شهر ولا شهرين يكون عند النبي في زيارة النبي إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ربنا يكبر بخاطركم يا رب يا حبايبي. خلاص كده قلبتها، وأنا كنت طفيت على البتاع وقطعت حبة فلفل، قطعت 2 و2، لا قطعت 1 و2 متهيألي. وقطعت بصلتين كبار كده حلوين، هما طلعوا 3 بصلات بصراحة. فأنا بحب أزود في البصل عشان احنا بنحب البصل. فكده كده بزود في الحاجة علشان هي ايه يا حبايبي، بتتحط كلها على بعضيها يعني، بتتلف كلها مع بعضيها كده وبتتحط في الفرن. مش مثلا بحط النص زي البشاميل واحط اللحمه المفرومه في النص، لا. لا اله الا الله، ما اعرفش الصداع ماسكني والله يا حبايبي. يعني الفيديو بياخد وقت، التصوير بياخد وقت، والمونتاج عشان اشوف برضه بياخد وقت، وعشان انزله يعني ويتسجل والنت زي ما انتوا عارفين دلوقتي النت بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه، يجعل كلامنا خفيف عليه ما بيقعدش. وانا لما باخد من الولاد يعني بيقول لي ماما انت بتنزلي بتاخد الفيديو اللي بتنزليه بيسحب كتير من الباقة. وزي ما انتوا عارفين الواحد ما بيصدق يشحنها يعني وكده، ما بتقعدش والله، ما بتكمل 10 ايام والله. وفي الاخر مفيش مشاهدات ومفيش اي حاجة. عشان كده في ناس كتير يا حبايبي بتيأس وتبطل تنزل حاجة. بس انا بقول اهو كل فترة كده انزل فيديو، ما هو المفروض يعني ايه كل يوم كل يومين كل 3 اقل حاجة كل يومين حتى فيديو. انا بقعد والله بالاسبوع، بال5 ايام و6 ايام و4 ايام على حسب يعني وكده. فزي ما انتوا عارفين طبعا النت بيسحب كتير يا حبايبي. والله لو في دخل القناة بتدخلي هشحن كويس واعمل فيديو كده و2 وكده يعني. لان لما بلاقي الفيديو طول بقى 12 دقيقة ولا 13 دقيقة بقول يا لهوي. والله العظيم ما بكدبش عليكم، بقول بصراحة. الولاد تعبانين والله يعني، بيجوا بيشحنوا البتاع والحاجة بمصاريفهم وسجايرهم وحاجتهم يعني.
زي ما انتوا عارفين يا حبايبي الدنيا والمعيشة كده يعني. اللهم لك الحمد يا رب. عملتوا ايه في رمضان بقى؟ حد جاب حاجة؟ انا مجبتش حاجة لسه. انا دلوقتي عايزة انزل ان شاء الله باذن الله، اروح عايزة اجيب لي بس كام كيلو بسلة وكام كيلو قلقاس كده اشيلهم، علشان اللي عندي اللي كنت مفرنزاه من السنة اللي فاتت خلص خلاص. فعايزة اجيب لي شوية بصراحة، اجيب لي كام كيلو قبل البسلة ما تنشف وكده، والقلقاس يعني بيبقى هو المفروض في شهر واحد هو بيتشال، يعني الحاجة بشهر واحد بتتشال. حطيت البصل يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، مخليتش فيها سوائل طبعا من تحت وكده. حطيت لها حبة زيت على سمنة، وخليت البصل يا دوبك دبلت، ما بحبش البصلة تتحرق، البصلة يا دوبك تدبل. وبعدين احط الفلفل، والفلفل برضو يا دوبك ما تخلوش يدبل كتير، عشان يبقى حلو كده مقرمش وباين معاكي في الصينية. لما تقعدي تسيبيه على النار، بنسيبه على النار كتير بيبانش وبيدبل وطعمه بيروح خالص، لكن كده هتبقى مسكر وجميل ان شاء الله. صراحة طلعت صينية تحفة تحفة يعني، ما شاء الله عليها. كانت سخنة كده والجو طبعا برد، احنا بنحب ناكل حاجة سخنة، سواء محشي أو مكرونة أو أي حاجة بنحب ناكلها بصراحة يعني سخنة. حتى في المشروبات بنحبها سخنة. بس كده بقول لكم يعني دقيقتين 3 تقليبة كده، حاجة بسيطة. هو كده كده هتتحط في الفرن تاني، فهتدبل برضو شوية. حطي بقى التوابل اللي عندك، زي ما انتوا عارفين طبعا التوابل غالية، فما تكلفيش نفسك. التوابل اللي عندك حطي حبة فلفل، حبة ملح، لو عندك حبة بهارات كده وخلاص. ما عندكيش خلاص مش مشكلة يعني، الدنيا مش هتقف. انا بوقفش اي حاجة، انا اي حاجة بعملها. لو كيلو لبن واحد اقسم بالله بعملها، لو كيلو لبن واحد بعمل البشاميل، او ما فيش لبن ممكن لو حبة باقيين كده ولا حاجة، خلاص بعملها بيهم. ما بوقفش نفسي. ده بيتاكل والله وده بيتاكل، اللهم لك الحمد. شايفين البشاميل زي ما اقول لكم كتير. بصوا حطيت قد ايه، والصينيه كبيره. ده حطيته كله في بعضه، هضربه كله مع بعضه. وفي علبه جبنه كانت موجوده عندي برضو، قلت احطها. وحطيت برضو حبه جبنه بقول لكم من جوه رشتهم. فتحت كام كيس يعني فتحت 3 اكياس، وخدت منهم كل واحد حبه كده صغيرين، وحطيتهم مع المكرونه في النص كده. واحط معاها علبه الجبنه دي. بس كده وديتها حته الجبنه، شويه الجبن دول ودوها في حته تانية. بس كده خلاص خلصت انتوا شايفين يا حبايبي اهو. خلاص كده خلصت. هرش عليها حبة جبنة. طبعا انا كيس الجبن ده اللي جبته، لو في ناس بتحطه كله يعني متهيألي على الصينية، بس انا طبعا مستحيل مستحيل. الله، انا احطهم ب150 جنيه؟ لا طبعا، كتير زي قليل، هم حبة من فوق كده وحلوين وخلاص. في ناس بقى بتخليها لما تمط. طب ده انا عايز تحطوا كلهم، اقسم بالله 3 اكياس لازم تحطوا كلهم علشان تمط وتعمل المطة والحاجات دي اللي بيعملوها. لا اجيب منين يما؟ مفيش. ده انا بقول لبنتي عايزين نجيب لنا عرض تاني عشان رمضان وكده. قالت لي ان شاء الله ربنا يسهل يا رب. بس كده خلصنا المكرونه بتاعتنا وهنحطها بعد كده فينا، هنحطها في الفرن. والله العظيم كده كانت يعني حلوه، مش لازم جبن كتير ولا حاجه، ما انا حاطه فيها علبه جبنه في النص يعني، كفايه قوي يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. الواحد قبض له حته جمعيه كده، هيروح نجيب بيها حاجه رمضان ان شاء الله باذن الله. جمعيه صغنطوطه كده، مش كبيره قوي يعني. نجيب بيها. ده الليمون ده بقاله صراحه سنه محدش عايز ياكله، معرفش بقى بتاع السنه اللي فاتت. وهنا بقول لكم عملت بطرمان، كنت عامله بطرمان في الاول، في الاول يعني خلص قصدي. وعملت واحد تاني، واللفت والجزر اللي قصدي القرنبيط والجزر ده بنطلعه دلوقتي بناكل منه. وادي قشرنا حبة بطاطس هنحمرهم. وادي الصينية الجميلة بتاعتنا الحلوة ما شاء الله عليها، بتبقبق كده ومولعة زي ما انتوا شايفين. محدش والنبي يعلق على البوتاجاز بتاعي ماشي، عشان البوتاجاز بتاعي هو كده مهما اغسل فيه واعمل فيه قديم، مش جديد يا حبايب قلبي. البوتاجاز ده ما شاء الله اكبر عليه، بقاله 20 سنة.
والله العظيم 20 سنة. كده خلاص خلصنا الفيديو اهو، وغرفت للي موجودين، بس ما غرفتش ايه، ما كناش موجودين غير انا واعوذ بالله من كلمة تانية، بنتي وابني. انا لسه هغرف الطبق بتاعي، انا بس غرفت دول عشان هم مستعجلين جعانين، وكنت هقطع بس قلت مش مشكلة اهو. بصي الحتة بتاعتي هقطعها في الجنب اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. بصوا ما شاء الله موحوحة كده وبصراحة يعني لما بتزود البشاميل بتبقى فيها صوص كتير من جوه بصراحة. يعني اهو الطبق بتاعي لسه هغرف انا، وحمرنا جنب حبة بطاطس وضل انا حبة مخلل. وما تنسونيش بالله عليكم بالله كل اشتراك، ومع الف سلامة.